هسه نحن بدنا نفوت على منطقة العلاج، منطقة أثرية صاير بالجبل. هذا أول المدخل، كانت المية تجي من عند النبعة، هذا الوادي هذا كله كان صيف الشتاء اللي المية. هسه نحن رايحين على العلاج. إيه ما أعرف من قلة الأمطار شنو السبب ما أعرف، بس ميتها كانت بتجري من عند النبعة، من النبعة من فوق هذا كله مي. الوادي هذا نفسه بس تحفر بايدك تقول برا من هيك تلاقي مي جواته. هاي المتبقي من المي يعني لساتها تلمد، هاي الارض كلياتها لسه تبج مي. مي حلوه جاريه من الارض تنبع وتجري سبحان الله. هذا نعناع بالريز. شوفي هاي المية الجارية كلياتها، شوفي أساس منين تنبع يعني مو جارية من فوق، راح تجي تنتهي لساتها قاعد تجري. ها شايفة شلون مي جارية يعني تو شفتي كنا نشرب مي يعني تجين عطشانة تنزلين من الجبل تلاقين مي تشربين، حيوان هنا يجي يشرب مي يعني مي متوفرة يعني بس قليلة يعني مو إنه قلانة من قلة الأمطار. شوفي تحت شايفة هاي حجر، شايفة حجر بس ينز مي. وصلنا ناخذ الأول. عشان يصير غرب من النعناع. عشان تشرب، كانت مصيف. هذا سجرتين بري، سجرتين البري هذا ما يطلع غير بالحجر اللي بيه مي، يعني هين بالجبل عندنا وين حجر بيه مي يطلع بيه تين بري. هاي كانت الجرة معبية هاي المنطقة كلياتها بس يبسان كثير منها يبسان. كان معصر الزيتون قديمة معصر الزيتون من حجر، الأصل كانت جوا بس طالعينها صايرة هيك الحكي والمقولة إنه كانت معصر الزيتون قديمة من حجر. هاي مقبرة العلاج، بيها كم قبر يعني بين العالم اللي يعتقدون انهم مشايخ او سياد او قبر حدا من اللي يقربون للشيخ عبد العزيز، مقام الشيخ عبد العزيز من عائلته ما اعرف، بس انه يعني كثير عالم تعتقد انهم سياد او مشايخ. يعني احنا نقولهم اهل العلاج. وجود هالبناء هي جوا القاع، وهالقلعه اكبر دليل على انه في قلعه جوا القاع. لو تتنقب يمكن هاي كلها تطلع قلعه، هاي مدخلها يعني مبين، تنقيب ما في. اما حدا يجي يدورون اثار، تعرفين انت تتجار الاثار كثير عالم هنا جت تدور اثار، حدا حافر هين طلعت هاي القلعه، لانه هاي القلعه ما كانت متقدمه يعني من شغله 20 سنه، هي شغله 20 سنه ولجاي حفرت هاي المكان، هذا المكان وطلعت فيه هاي القلعه. نحن سمعنا طالعوا ذهب، طالعوا جرار، طالعوا ذهب، طالعوا صندوق من حجر، صندوق من حجر نحن ما شفناه بس شفنا الغطا اللي عليه. دائما كنا هنا نجي نطلع رحلات، نجي نطلع غطا الحال صندوق بس شفناه. هاي القبور اللي مدفونه من آلاف السنين، يعني من امتى مدفونه؟ ما حدا يعرف شنو مدفون بهالقبور، جواتها. بزماناته بالقديم كانوا يدفنون الميت، يدفنون كل اغراضه معه، ذهب يدفنونه معه، شو عنده ذهب شو عنده مال يدفنونه معه. ما حدا يعرف جوهر القبور، ما حدا يعرف. اول لما اكتشفوا مصر، ليش مصر هاي هسه قاعد يطالعون منها الاثار، يطالعون مو لحد الان قاعد يكتشفون بها اكتشافات، لو هم منقبينها ما يقدر يكتشفونها. يعني حتى الملك اذا ما تنقبين مكان ارضه اللي كان عايش بها ما تعرفين، يعني حتى اسمائهم عرفوها من تحت من وراء التنقيب، عرفوا اسماء الملوك. يعني احنا هاي المنطقة أثرية لو متنقبة يمكن حتى راح نعرف منو كان ساكن بيها، عاشوا بيها آبائنا وأجدادنا، وهاي نحن وهاي أولادنا، ولسه لحد الآن ما حدا يعرف تاريخ المنطقة، لأنه المنطقة ما تنقبت. يعني أهل المنطقة كلهم ما حدا يعرف عن هالشيء، يعني لساتها مجهولة لأنه ما تنقبت وما في علماء اجوا واشتغلوا بيها. يعني دائما العلماء هم يطالعون كل شيء مدفون جوا الأرض، تاريخه كله
بده يكون مدفون. تاريخ المدفون اذا ما نقبتيه بحياتك ما تعرفينه. نحن لحقناها مشان ما نقولش ما لحقناها، كانت سجر صفصاف كلياته. سجر الصفصاف كان محط الجهتين، يعني الجهه المنقاد والجهه المنهين. هذا الوادي كان بس سجر صفصاف، فوق النبعه سجر الصفصاف. هاي كلها كانت نبعه. ميه تعبين توقفين هين تعبين مي. نوقف هنا نعبي المي يعني. كنا نجيب الجابيه هين نحطها جايبيه الغنم، غنم تجي من الجبل ترجع هين ترجع على الجبل. النبعه كل اللي يظل منها الخرقه. شايفتها؟ من النبعه هاي يظل يكب ميه لاخر الطريق اول ما فتنا. هذا كله كان تفكرين لو تجين تفكرينه نهر، يعني تحسين الشفاية عم تمشي على جاري نهر من هنا ومن هنا من هالنبعه هاي. بس من زمان صارت عاد ميتها قلت، ظلت تقل شوي شوي وخفت. كانت اولي ان احنا كل المنطقه هنا غنمها ترد هين، تجي مو بالجبل هين تا ما تنزل للقرى وتروح للقرى مكان بعيد، تجي من الجبل تجي هين ترد وترجع النوم على الجبل. هاي المنطقه كلها حفر جديد، يعني تجار الاثار يعني عندهم اساليبهم وعندهم اجهزتهم، يجون هنا كلها منقب عنها جديد، محفور عنها جديد. شو مطالعين منها عاد الله اعلم. هاي من كم سنه هين من هين مطالعين صندوقها، بس هذا المتبقي من الصندوق شقف كسرينها من صندوق حجري من حجر الرخام، يعني مو حجر عادي. كثير مهربين اثار قاعد يجون هين بي معاهم عالم تجي مختصه بهاي الشغلات، لانه مو كل مكان ينحفر، ما يحفرون الا المكان يعرفون يلاقون بيش، يعني مبين. معاهم اجهزتهم يجيبون اجهزتهم معاهم ويجون يحفرون بالليل وبالنهار يروح. هذا البير حفر ايد، يعني محفور حفر ايد، دهجي خشب شلون محطوط، عمر عماره. رميج البير هذا تقريبا كان شي 40 متر، بس صاير بيه حجر متضيع بيه حجر. نظيف من الحسكه من التمر من الشيء.